أهلا بيكم يا أصدقائي مع سلسلة ملوك التكتيك. السلسلة دي هنستعرض فيها العديد من ملوك التكتيك على مدى عصور الشطرنج، منهم اللي وصل إلى بطولة العالم زي أليخين وتال وفيشر وكاسباروف، ومنهم اللي اعتبر كأنه بطل للعالم زي أندرسون وبول مورفي، ومنهم اللي اكتفى بلقب أحد أعلام الشطرنج المشهورين زي سبيلمان ومارشال. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 10 اللي هننهي بيه رحلتنا مع أحد ملوك التكتيك بطل العالم ميخائيل تال، وده الجزء الثالث والأخير، واللي هنشوف فيه مايكل تال وهو مش بيلعب في استعراض، إنها بيلعب في بطولة كبيرة موسكو 1957 أمام جراند ماستر كبير جورجانديز من جورجيا. وهنشوف إن مايكل تال بيتعامل بمنتهى القسوة مع الجراند ماستر زي ما كان بيتعامل مع الهواة اللي بيلعبوه في الاستعراضات اللي شفناها في الجزء الأول والتاني. يلا نشوف الدور. جورجانديز بالأبيض ولعب D4 نايت F6 C4 C5 D5، وهنا تال بيلعب E6. ده اسمه نظام بينوني الحديث، ولما بيلعبوا تال بيمنح هذا الافتتاح حياة جديدة. والأبيض كمل بنايت C3 ED5 CD5 D6 نايت F3 G6 E4 بيشوب G7 بيشوب E2 كاسل، وهنا تال لعب روك E8. تال بيضغط على البيدق E4 الأبيض، وعادة الأسود بيحاول يستخدم أغلبية بيادقه في جناح الوزير وبيلعب نقلات زي الB5 والA5، بينما الأبيض بيحاول يستغل أغلبيته في الوسط وبيلعب E5. إنما في هذا الدور مش هيسنح للأبيض أو الأسود استخدام هذه الاستراتيجية، لأن ملك الأبيض هينتهي في بداية وسط الدور. وتعال نشوف إزاي. نايت D2 نايت A6 روك E1 نايت C7 A4. الأبيض بيحاول يمنع الأسود من التمدد في جناح الوزير، وتال بيكمل B6 كوين C2 نايت G4. الأسود بيهدد بكوين H4 بهجوم مميت على المربع F2 وعلى المربع H2. والأبيض كمل بسذاجة H3، عاوز يطرد الحصان، ولكن دي نقلة سيئة. الأبيض كان المفروض بدل ما يلعب H3 يتخلص من الحصان المشاغب فورا ببيشوب تيكس G4، والفرص هتبقى متساوية على الجانبين. ولكن على أي حال الأبيض ما لعبش بيشوب تيكس G4، إنما لعب النقلة السيئة H3 بأمل إن الحصان يتراجع، لكن تال لا يتراجع وكمل نايت تيكس F2. نقلة قوية جدا من تال. الأسود بيضحي بالحصان وبيبدأ باصطياد الملك. كينج تيكس F2 كوين H4 تشيك كينج F1. لو الأبيض ما لعبش كينج F1 ولعب كينج G1 هيخسر الرخ بكوين تيكس E1 تشيك. وإذا لعب G3 تال هيكمل ببيشوب D4 تشيك، والملك الأبيض هياخد التشيك ميت قريبا. ولذلك في الموقف ده الأبيض كمل بكينج F1 والأسود رد بيشوب D4، عاول التشيك ميت على المربع F2، والأبيض دافع بنايت D1. الأبيض دلوقتي بيعتقد إنه في أمان، لكن تال كان محضر له صدمة هائلة وكمل كوين تيكس H3. تال بيضحي بالوزير ودلوقتي بيهدد بكوين H1 تشيك ميت، وبالطبع لو الأبيض أخد الوزير الأسود هيدي تشيك ميت في نقلة واحدة بيشوب تيكس H3 تشيك ميت. ولذلك الأبيض دافع ببيشوب F3 وبيحاول ينتج مربع هروب للملك الأبيض. وهنا تال كمل بكل هدوء كوين H2، عاوز يلعب الكشة القوية كوين G1 تشيك نايت E3، وقفل وتر الفيل إلى مربع G1. وهنا الأسود ابتدى في خطة جديدة F5.
الاسود بكل هدوء بيلعب من اجل فتح خطوط للهجوم، والابيض رد نايت دي سي 4 بيدخل الوزير في الدفاع عن الصف الثاني وبيدا الجي 2، وتال كمل اف اي 4 بيشوب تيكس اي 4 بيشوب اي 6. نقلة قوية جدا. دلوقتي الاسود بيهدد ببيشوب تيكس سي 4 تشيك، والابيض ممكن ياخد الفيل بالوزير كوين تيكس سي 4، لكن هيترك فيل الاي 4 بدون حماية، والاسود هياخده وهيبقى متفوق ببدائين وعنده هجوم قوي. واذا الابيض اخد الفيل بالحصان نايت تيكس سي 4، الاسود هيكمل روك اف 8 تشيك كينج اي 2 روك اف 2 تشيك، وهيفوز بالوزير وهيفوز بالدور. ولذلك الابيض لازم يجد دفاع لكل هذه التهديدات، وبالفعل لعب بيشوب اف 3 عشان يقفل عمود الاف امام الرخ، وفي نفس الوقت بيخلي مسؤولية الوزير عن حماية الفيل. وتال كمل بكل بساطة روك اي 5. الاسود بيحضر للازواج على العمود اي، والابيض لا يستطيع ايقاف خطة الاسود في الهجوم، وكمل روك اي 3 روك اي 8. الاسود بيزوج الرخين بيشوب دي 2، ودلوقتي وبعد ما الاسود وضع كل قواته في وضع استعداد للهجوم، ابتدى بالنقلة القوية نايت تيكس دي 5، والاسود بيضغط على حصان اي 3، ولذلك الابيض رد بيشوب تيكس دي 5 تشيك. لو الابيض ما لعبش بيشوب تيكس دي 5 وحاول ياخد الحصان بنايت تيكس دي 5، هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة بكوين جي 1 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الاسود اخد الحصان بالفيل بيشوب تيكس دي 5 تشيك، وتال رد بكل بساطة روك تيكس دي 5، وبكده يبقى الاسود اتخلص من احد القطع المدافعة امام حصانه اللي كان بعيد عن الاشتراك في الهجوم. والابيض كمل بكينج اي 2 بيحاول ان هو يهرب في المربع دي 1، ولكن بالطبع تال مش هيسيب له هذه الفرصة، وكمل بيشوب تيكس اي 3، والابيض رد روك تيكس اي 3، وهنا الاسود ضرب ضربته الاخيرة بيشوب تيكس سي 4 تشيك، وهنا الابيض سلم. الابيض سلم لانه لن يستطيع منع الخسارة، فمثلا لو اخد الفيل بالوزير كوين تيكس سي 4، الاسود هيكمل بكوين تيكس جي 2 تشيك كينج جي 1 كوين تيكس دي 2 تشيك ميت. واذا في الموقف ده ما خدش الفيل انما لعب كينج جي 1، الاسود هيكمل بكل بساطة ايضا روك تيكس اي 3 روك تيكس اي 3، وهنا تال هيرد بكوين تيكس جي 2، والاسود دلوقتي بيهدد بالتهديد القاتل بيشوب ب 3، والابيض ما عندهوش اي دفاع، لان الاسود لو لعب بيشوب ب 3 رابط الوزير على الملك، ممكن الابيض ياخد الفيل سواء بالوزير او بالرخ. اذا لعب كوين تيكس ب 3 هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة كوين تيكس دي 2 تشيك ميت، واذا اخد الفيل بالرخ هياخد تشيك ميت برضه في نقلة واحدة بكوين اف 1 تشيك ميت. وعلى اي حال افضل دفاع عند الابيض هو كينج سي 1، وهنا تال هيقوم بتكسير كل قطع ويخش نهاية دور مريحة متفوق فيها بأربع بيادق، ولذلك في هذا الموقف الأبيض سلم. وبكده شفنا إن تال بيعامل الجراند ماستر بنفس معاملته للهواة، ونقلاته دايما ساحرة وقوية. وبكده تنتهي رحلتنا مع مايكل تال أحد ملوك التكتيك، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.